ازيكم رجاله، عاملين ايه؟ النهارده في الاستوديو التحليلي هنحلل حاجه جميله جدا مليئه بالهها والضحك الكتير. هنحلل استوديو الاتنين. تخيل نفسك كده تبقى ماشي في الشارع وتلاقي شله جايه عليك من 3 اشخاص. طبعا هيجي في بالك 3 شخصيات، اكيد كل واحد في حاجه منهم يعني. واحد اللي هو الشخص اللي بيضحك الشله كلها، التاني اللي هو ساعات وساعات بيضحك بس في اغلب الوقت، والتالت ده بقى على طول. تمام. واكيد لو انت ماشي جنبهم مثلا في الشارع هتبقى مبنهم عشان انت مش فاهم هما النكت اللي ما بينهم ومش فاهمهم. فاهمني؟ اكيد هما ما بينهم نكت معينه او حاجات حصلت هما بيضحكوا عليها، اما انت مش هتفهمها قوي. تخيل بقى تلاقي ال3 اشخاص دول عاملين قناه على اليوتيوب، فهتبقى يعني مش تبقى فاهمهم علشان هما اللي فاهمين بعضهم اكتر. انت فاهمني؟ في الاول بس انا احب اقول ان انا عانيت قوي وانا بحضر الحلقه دي، اول نكاتهم البايخه لحد الواد ورا الكاميرا ده. المشكله في انهم مش بيدخلوا في الموضوع على طول، لا بيقعدوا يعملوا مقدمه اقل حاجه 5 دقايق 10 دقايق عشان بس يبداوا يرياكتوا على فيديو. بيعملوا ايه بقى في ال5 دقايق 10 دقايق دول؟ بيقعدوا يضحكوا ويهزروا ويتكلموا على حاجات انا ماليش دعوه بيها. يا برو انا مالي انا بان انت مثلا اتخانقت مع حد ولا ما اتخانقتش معاه؟ انا مالي؟ انا داخل عشان اتفرج عليك وانت بتعمل رياكت. وحسن بقى يقعد يضحك كتير يضحك كتير يضحك كتير قوي على اي حاجه. انا مستني حد يجي يهديني. احب اعمل لك صوت مجدي بصوت حسن. من هنا هنبدا نقول هما مين. طبعا حسن ده اللي هو بيقعد يضحك كتير قوي، ومجدي ده اللي هو اللي بيضحكهم، اللي بيخرجهم من الاكتئاب، الفرفوش فشخ. بحس مجدي متهدد بصراحه، مش عارف ليه. وكل بقى مجدي وحسن واللي ورا الكاميرا اللي انا مش عارف بقيت هما مين الصراحه، كله ده كوم، وعبده ده كوم تاني خالص اللي هو يا اسطى انت حد هنا بيدعي ان هو الفنان احمد كامل الحقيقي. عندكم؟ عندنا فهو بس احنا هنشوف مين فيكم الحقيقي. لا هو الحقيقي. طب هنتاكد. طيب وحدي افضل كده على طول. بص. يا اسطى ما تتكلمش. انت تيجي مثلا تشوف انت شغلتك ايه، مثلا بتصور بتعدل الاضاءه مش عارف تعال اعملها وامشي. بجد انت يا اسطى. بعد ما عرفنا هما مين ندخل بقى على المحتوى بتاعهم وهما بيعملوا ايه. محتواهم عباره عن هما بيرياكتوا على فيديوهات، والفيديوهات دي اللي هي بيجيبوها من الفيسبوك او الانستجرام وبيقعدوا يضحكوا عليها. هي بتضحك ما بتضحكش، كرنج مش كرنج، بيض مش بيض، هما هيضحكوا عليها برضو. طبعا التحليل بيمشي ازاي؟ ان احنا بنحدد هل هم كرنج ولا لا، ومين الفئات العمريه اللي هم بيتفرجوا عليهم بالظبط. طبعا في حوار ان هم كرنج ولا لا، هم كرنج فشخ. طبعا الناس اللي بتتفرج عليهم بنات بيلبسوا كروب توب، هم من اول 11 سنه لحد 18 سنه، عشان اقل من كده غالبا بيتفرجوا على ابو وحدي وحشتني. العيال برضو من 11 ل 18 سنه اللي هي بتعمل مولد وبيروحوا السوق الشرقي بس. وهو ده الفيديو. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يعملوا عندنا حلقه عشان نتشهر، وعايزين نجيب فلوس الصراحه. انا بعمل الفيديوهات ده عشان اجيب فلوس، مش حاجه اكتر من كده. و ده كان الفيديو. اللي عنده كومنت وحش يكتبه تحت عادي، مش فارقه معايا. اللي عنده كومنت حلو يكتبه تحت برضو. اللي عجب الفيديو يعمل لايك، اللي ما عجبوش الفيديو يعمل ديسلايك، وما يقوليش ليه. عايز تنتقد تشتمني، ما تشتمش. بتحبهم هم، انا ما بحبهمش. كل واحد ورأيه برضو. مع السلامه.